شراكة جزائرية ألمانية جديدة. أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار اليوم الثلاثاء برنامج توأمة مؤسساتية يجمعها بوزارة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية عبر الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار Germany Trade Invest، وذلك في إطار مشروع تعاون ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم الشراكة بين الجزائر وأوروبا في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأشرف على حفل الانطلاق كل من المدير العام للوكالة عمر ريكاش وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر دييغو ميلادو باسكوا بحضور شخصيات اقتصادية ودبلوماسية. ويمتد البرنامج على مدى 8 أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للجزائر ورفع جاذبية البلاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية، تماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار المنتج.